طرد مانشيني هو افضل حل للمنتخب بكل اختصار. يعني انت مهزوم الشوط الاول 1-0 بس المستوى ولا اروع. حجمنا اليابان تحجم قسما بالله كأن احنا نلعب في ربع ملعب. غير فرصة الهدف ما جتهم ولا فرصة الشوط الاول. ومن كان نجم الشوط الاول؟ كان نجم الشوط الاول سالم. ليش؟ لانه كان يلعب في مركزه جناح، كان يدافع، كان يهاجم، كان يعدي، كان يراوغ، كان يمرر وهو يلعب وهو مرتاح. هذا هو سالم اللي نعرفه. قرر انه يتفلسف في الشوط الثاني المدرب ويغير مركزه ويخليه خلف المهاجم. لا هو اللي دافع لا هو اللي هاجم. ضايع في الملعب ورجع الخمسة دفاع ورجع اليابان يستحوذ واخطر ويلعب ورجع لأسوأ تشكيلة ممكن تشوفها في حياتك. عشان اعلمكم وش تسوي تشكيلته، شوف الرغبة والحماس بين الشوط الاول والشوط الثاني. حتى اللاعبين نفسهم الشوط الاول يلعبوا بروح، الشوط الثاني الكل واقف والكل يتفرج وكأنها المباراة 5-0. 3 مباريات في تصفيات كأس العالم، فزنا وخسرنا وتعادلنا. مو هذا منتخبنا اللي نعرفه. قالت هذا المتدرب